فيلم اكستراكشن 2 ده كان امتداد طبيعي للنجاح الكبير اللي شافه فيلم اكستراكشن الاولاني، وهو كان فيلم جيد جدا فعلا، وفيلم اكشن من اقوى افلام الاكشن اللي انت ممكن تتفرج عليها. وانت بتتفرج على نهايه الجزء الاول وبتشوف المشهد اللي المفروض ان هو كان بيتضمن ان البطل تقريبا بيموت. يعني انا استغربت من حاجتين، ان هم يعني ريحوا نفسهم بفكره ان هو يموت البطل، وفي نفس الوقت ان القصه فيها مساحه كبيره قوي ممكن تستكشف وتعمل منها حاجات كويسه. وبالتالي كان خبر ان هم يعملوا فيلم اكستراكشن 2 ده كان خبر جيد، لان انت هتشوف جرعه اكشن متميزه، عناصر التمثيل الموجوده ليها كاريزما كويسه قوي على الشاشه، والاعلان بتاعه كان مبشر جدا، وخصوصا ان هم استعانوا بكل العناصر اللي كانت موجوده سواء من اخراج او كتابه او تمثيل عشان ينزلوا بيها في الجزء الثاني. تعالى بقى اقول لك في الفيديو ده ليه انا شايف ان الجزء الثاني الى حد كبير ما كانش في مستوى الجزء الاول. السلام عليكم، فيديو جديد من فخر فيلم، يا رب دايما تكونوا في احسن صحه وحال. فيلم اكستراكشن 2 من الافلام اللي غالبا هتبقى مفضله ليك لو انت كنت شفت الجزء الاولاني، او بمعنى اصح انا شفت الجزء الاول فغالبا لازم اتفرج على الجزء الثاني، لان النهايه بتاعت الجزء الاولاني على قد ما كانت غريبه ومشوقه كانت مفاجاه وصادمه ليا حتى وانا بتفرج عليها. فكره انتهاء الجزء الاول بمقتل، او بالمفروض بما معناه ان الشخص البطل الاساسي اللي بيقوم بدوره كريس هيمسورث تايلر ريك، اللي المفروض ان هو نزل في قاع النهر وهو خلاص كان على وشك الموت من كتر الاصابات بتاعته، ولكن بنكتشف ان هم نجحوا في انتشاله وتعرض لعمليه استشفاء طويله بحيث ان هو يحاول ان هو يرجع من اول وجديد، يقف حتى على رجليه. لكن الفيلم هنا بعد فتره بيكتشف ان هو لابد ان يتورط في عمليه انقاذ جديده، اكستراكشن جديده لعنصر مهم جدا، وهو اخت مراته المتزوجه من احد عناصر المافيا او عالم العصابات القوي جدا الموجود في دوله جورجيا. ومن هنا بنكتشف ان هم فتحوا بعد جديد للفكره بتاعته، لان في الجزء الاولاني احنا كنا عارفين ان هو بيعيش مأساة شخصيه بفقدان ابنه، وهنا بيشرحها بقى بصوره اكبر، وبيشرح مسؤوليته النفسيه والصدمه اللي حملها نتيجه فشل علاقته بزوجته، واللي هي بتقوم بدورها هنا اولجا كيرينكو. وبنكتشف ان ليها ابعاد اخرى، وان ليها عائله، وان اختها كانت متزوجه من اخو زعيم عصابات المافيا الجورجيه اللي هو القوي جدا، واللي صدر ضد الاخ ده احكام قويه نتج عنه ان هو تم سجنه ولابد من سجنه في داخل اكبر سجون الدوله، ولكن نتيجه للفساد فهو بيحتجز مراته واولاده داخل السجن نفسهم، لانه عايزهم يفضلوا معاه، وهي طبعا خايفه على ابنائها ان هم يكونوا موجودين في عالم اجرامي بحت. وهنا بتظهر المهمه الجديده لتايلر ان هو لابد ان يذهب لانقاذها من داخل السجن نفسه، السجن اللي موجود داخل دوله بيسيطر عليها نظام ضعيف فاسد، والنظام الضعيف الفاسد الموجود في الدوله دي بيسيطر عليه رجال العصابات اللي المفروض ان زعيمهم هو بيسيطر على العصابات والدوله والسجن. المهمه شبه مستحيله، ولكن احنا بنشوف ان هو بيذهب اليها رغم عدم موافقه مديره اعمال اللي واخده حيز كبير من الادوار. مفيش داعي طبعا نتكلم ان عمليه الانقاذ نجحت، ولكن هي العمليه هنا مش فكره ان هي مش بتنجح زي الجزء الاولاني، ولكن فكره المطارده اللي بتحصل بعديها هي دي محور احداث الفيلم او الجزء الشيق فعلا في الفيلم. وهكذا بيستطيع ان هو يستخرجها هي وابنائها، وبيحاول يهرب بيها من دوله جورجيا، وبينجح ان هو يهرب بيها من دوله جورجيا الى دوله النمسا بالتحديد يعني. وانا هقول لك ليه انا بقول النمسا بالتحديد كمان شويه. لكن الموضوع ما بينتهيش ان اثناء هروبه بيقتل الاخ الثاني او الاخ الاصغر لزعيم العصابات الكبير، اللي الموضوع بالنسبه له بتحول الى فكره لابد ان يحدث انتقام شخصي. وفعلا بيروح مسلح بعصابته وبعتاده وباسلحته الى النمسا نفسها في محاوله المطارده، فهل هينجح في القضاء عليه وفي استرداد الزوجه والاطفال، او تحديدا الاطفال اللي هو كان عايز يعيش بيهم، ولا تايلر ريك هيكمل مهمته ويحاول الى حد ما استعاده جسور العلاقه التي فسدت بوفاه ابنه اللي بيعتبر نفسيا هو مسؤول عنها، وهي علاقته مع زوجته. دي الاحداث اللي احنا بنشوفها من خلال الفيلم. كتابه الفيلم برضه نفس الكتاب اللي كانوا موجودين الاخوان روسو، والاخراج لسام هارجريف. وسام هارجريف المخرج ليه افلام بتوريك قوي قد ايه الاسلوب بتاعه بيعتمد على الحده ومشاهد الاكشن العميقه والسريعه واساليب التصوير المتميزه. وسام هارجريف شارك في كتابه عدد كبير من الافلام، خصوصا افلام من مجموعه الافنجرز وافلام زي اكستراكشن حتى الاولاني، واتوميك بلوند بتاع شارلوت سيرون. ولكن باخراجه في الجزء الاولاني اتضح جدا ان اسلوبه بيعتمد على مشاهد الاكشن العميقه واسلوب التصوير المميز وزوايا التصوير وطريقه حتى اخراج الاكشن اللي موجوده، فهو بيديك حاجه يعني انتنس قوي، يعني حاجه مركزه الى حد كبير وانت بتتفرج على الفيلم. وهنا الى حد كبير الاسلوب يعتبر موجود هو، ولكن طول ما انت بتتفرج في مشكله، انا يعني بصراحه هي دي المشكله الاساسيه، ان انت طول ما انت بتتفرج لحد كبير بتقارن ما بين الجزء الاول والثاني، خصوصا زي ما بقول لك ان عناصر المقارنه
كتيره، سواء في طاقم التمثيل، سواء في الكتابه، سواء حتى في نمط القصه بتمشي على فكره الانقاذ وعمليه بعد كده الهروب والمطارده القويه اللي بتحصل ووقوع عدد كبير من الضحايا. فانت المفروض انك بتشوف فيلم اكشن يعني عميق ومعبأ ومنفجر. ولكن طول ما انا بتفرج انا حاسس ان في دروب كبير قوي موجود في الجزء الثاني، والموضوع كله بيصب لصالح الجزء الاول. اعتقد المشكله الاساسيه هنا هي في بناء القصه نفسها، ان انت هنا لما اخترت عدو، انا مش عارف هل هو اختار عدو من وجهه نظري اقل بكتير من الجزء الاولاني لسبب معين انا هقوله لك دلوقتي، ولكن هل ده مثلا مراعاه للحاله الصحيه؟ لان كان المفروض ان هو فعلا خارج من عمليه استشفاء، كان خلاص بيموت، وبالتالي لما رجع حتى لياقته البدنيه او القتاليه مش عاليه زي الاول، فهو جايب له مثلا خصم على مستوى ده ولا لا. ولكن الجزء الاولاني كان قوي جدا لعده اسباب. اولا هو كان بيحارب طول الفيلم على ارض مش ارضه، ارض صعب ان هو يوصل فيها على دعم تجيله مساعدات. معركته اللي كانت بتقوم كلها في دوله بنجلاديش اللي كان مقدمينها ان هي فيها مساحه كبيره للعنف والزحام والفساد، وزي نبطيه المخدرات مسيطرين عليها، وبالتالي حتى وهو بيحارب هناك انت حاسس ان طول الوقت ان الموضوع صعب جدا ان هو ينقذ الطفل او ان هو حتى ينجو. فطول الوقت انت بتتفرج وانت تحديدا كاتم نفسك وانت بتتفرج. الجزء بقى التاني هنا انا اعتقد ان انت ممكن تكتم نفسك لغايه لما تطلع من دوله جورجيا تحديدا، لكن طول ما انت بتتفرج انا عندي احساس وصلني ان الخصم ده مش بقوه الخصم سواء الموجود في الاول او حتى مش بقوته هو لو التاني خد مساعده لازمه. ودي بقى النقطه او مساحه اللي انا شايفها، مش عايز اقول مساحه الفشل ولكن مساحه الهبوط اللي حصلت في الفيلم لما انتقلوا لدوله النمسا. المفروض هنا انك بتتكلم على دوله اوروبيه في السنتر بتاع اوروبا، فيها تواجد امني عالي، فيها خبرات مميزه، ولكن المدينه اللي كانوا فيها تحولت الى ساحه حرب بدون تقريبا تدخل ضعيف جدا من عناصر الشرطه. ودي كانت نقطه يعني انا حسيت ان انا مش عارف ابلعها قوي. النقطه الثانيه ان حتى التواجد او الدعم اللي كان موجود لرجال العصابات اللي كانوا موجودين في النمسا ما هوش على المستوى. معهم اسلحه قويه جدا واسلحه صعبه، بس هي في الاخر مش ارضهم، فهو عشان يقدر ان هو يستحوذ ويقتل تايلر ريك وينقذ الاطفال ويرجع بيهم، فهي الموضوع ما هوش سهل. يعني الى حد كبير مش هتبقى مساحه الفساد الموجوده في دوله النمسا زي ما هم موضحينها في الفيلم ان هي موجوده في جورجيا. فانت حاسس حتى ان الارض او الملعب اللي بيلعبوا عليه هو ملعب محايد ما بيلعبش مصلحه حد، على عكس الجزء الاولاني اللي كان واضح جدا ان الملعب بيلعب لصالح الخصم بتاع تايلر ريك. كذلك معظم عناصر العصابه اللي انت بتتعامل معاهم هنا انت عارف ان هو سهل جدا ان هو يقضي عليهم ما عدا زعيم العصابه نفسه، بل ان زعيم العصابه على قدر العنف والقسوه اللي موجود فيها تحس ان الخلفيه اللي هو طالع منها ما هياش بالصوره اللي المفروض توصله للحاله دي. هو في الاساس هو راجل اتورط في الحرب الاهليه اللي كانت موجوده في جورجيا في فتره من الفترات، وبعد كده لما كبر سلك عالم المخدرات ونجح ان هو يصنع فكره المافيا بتاعته. لكن رسم الشخصيه هنا، وانا برضو اسف ان انا بفضل اقولها، ان هو يعتبر اقل كتير من رسم الشخصيه اللي كان موجود في الجزء الاولاني، وبالتالي الخصم هنا هو اللي صنع القوه والفرق ما بين الجزء الاول والثاني. الخصم في الجزء الاولاني كان قوي وكان مرعب لان انت بتتعامل في بيئه عاديه تماما للبطل، في حين ان الدنيا هنا الجزء الثاني انت كنت حاسس ان كده كده الموضوع محكوم بالفشل سواء لعناصر المافيا ومحكوم بالنجاح بصوره اعلى شويه لتايلر ريك، وده قلل من الريتم حتى بتاع الفيلم وانت بتتفرج. كذلك مشاهد الاكشن اللي كانت موجوده هنا باستثناء مشهد السجن اللي كان ممتع لحد كبير بصراحه، تعتبر بالنسبه لي اقل من اللي موجود في الجزء الاول. انا عارف ان هو غلط ان احنا نتفرج على فيلم ونفضل نقارنه بالجزء اللي موجود قبل كده، وانا نفسي ما بحبش الفكره دي لان ده بيقلل من استمتاعك بالافلام وتقييمها بصوره يعني محايده او بصوره عادله يعني. ولكن وانا بتفرج فعلا انا كنت متشوق ان انا اتفرج على الفيلم ده لان كنت شايف ان في مساحات متميزه جدا في الفيلم ده. زي ما بقول لك تاريخ الشخصيه دي ممكن يتعمل عنها تفاصيل كويسه، وهو هنا حتى بدا يستكشف مثلا العلاقات الاسريه بتاعته وصنع منها ماده للدراما قويه جدا هنا في الفيلم. وسع هنا حتى في الفيلم وسع في دايره اداره الاعمال بتاعته، واتضح ان هم ليهم علاقات وليهم مساحات جيده جدا ممكن تتعامل منها وتطلع منها شغل تاني. فالسلسله قادره على تقديم اعمال قادمه لو هم عايزين يعملوا كده بصوره جيده، بشرط ان هو الكتابه هتغصب عليهم مع الوقت ان هو لازم يعلي. طالما انت عملت حاجه عاليه فلازم تيجي بحاجه اعلى منها. انا فكره المافيا الجورجيه دي حسيت ان هي مش قويه، او هي كان ممكن تتقدم بصوره اقوى واعنف من اللي احنا شفناه شويه، لان الرسم بتاعها كان تقليدي الى حد كبير وانت بتتفرج بتحس حتى ان هو اضعف من الرسم اللي انت بتشوفه دايما للمافيا الروسيه اللي معروفه في الافلام الامريكيه. كذلك مشاهد الاكشن اللي هنا جيده في معظمها طبعا، والجزء الاولاني مشاهد الاكشن فيه جيده جدا، لكن في الجزء الثاني انا حاسس ان في دروب كبير حصل خصوصا في مشاهد النمسا، وانا بتفرج طول الوقت حاسس ان في حاجه ناقصه، في جزء مش محبوك في رسم الاحداث اللي ماشيه قدامك. ده كان رايي باختصار عن فيلم اكستراكشن 2 الذي يظل فيلم اكشن جيد فعلا، ولكن لو انت هتتفرج عليه لازم تشوف فيلم اكستراكشن الاولاني اولا
تمام، وبعد كده هتتفرج على الجزء الثاني. لكن اتمنى ان هو ما يعملش معاك زي ما عمل معايا، ان هو يقلل الى حد كبير من استمتاعي بالفيلم. ولكن يظل برضو فيلم اكشن. لو انت هتديله درجات، وانا ما بحبش ادي درجات يعني، ولكن لو هتديله درجات بتتكلم في 7 من 10. عموما تحياتي، واشوفكم في فيديو تاني قريب. سلام.